مشاهدينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. ورود برقيات تهاني بمناسبة عيد الاستقلال. مساعدات أهلية للمحتاجين في عنسبة والقاشبركة والأوسط. تنظيم تبرع بالدم لتنمية نقل الدم. مقتل 60 شخصا في هجمات منسقة على عدة قرى شمال غربي نيجيريا. البرازيل تسجل رقما قياسيا يتجاوز 26 ألفا في أعداد الإصابات الجديدة بكورونا. اشتعال الأوضاع ونشر الحرس الوطني لإخماد الاضطرابات في ولاية مينيسوتا. السلام عليكم ورحمة الله. بعث زعماء هولندا وإسبانيا والجزائر وفلسطين بمناسبة عيد الاستقلال 29 بعثوا برقيات تهنئة للحكومة والشعب الإريتري. وعبر ملك هولندا ويليام ألكسندر وملك إسبانيا فيليب السادس ورئيس الجزائر عبد المجيد تبون والرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تهانيهم، متمنين لفخامة الرئيس ياس موفور الصحة والسلام والازدهار للشعب الإريتري. وأكد الزعماء على العمل للدفع لتطوير العلاقات والتعاون الثنائي. أفاد مراسلو وكالة الأنباء الإريترية من القاشبركة وعنسبة والإقليم الأوسط بتواصل المساعدات العينية والمالية الأهلية للمحتاجين. وقد ساهمت الجبهة الغربية في القاشبركة ب 359 كنتالا من الطحين الأبيض والذرة و49 كنتال عدس و1488 لترا من الزيت و48 كنتالا من السكر و134 كيلو من حب الشاي، ووزع في 9 إدارات ضواحي بمديرية سلعة، فيما وزع 47 كنتالا تبرعت به وحدة الجيش الشعبي والتجار وغيرهم من المؤسسات بطريقة مماثلة. كما وزعت مواد استهلاكية ومواد نظافة تم شراؤها ب6000 نقفة استخرجت من أعضاء المرأة في مديرية أغردات وتجار المنطقة، وتم توزيع 33750 نقفة للمحتاجين، فيما ساهم سكان ضاحية غولا بمديرية منصورة ب30 من الماعز و5 كنتالات من الذرة. في غضون ذلك وزع 134 كنتالا للمحتاجين في مناطق كاجل، دامر وبرحموس وعيسى وعدكوكي وداروش وتولي وشابوت وسانالبو وإيرا بمديرية أغردات. وفي إقليم عنسبة قدم مكتب الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب للمحتاجين في 9 مديريات 400 كنتال من الذرة و40 كنتالا من السكر و80 ألف نقفة نقدا على شكل مساعدات. وفي الإقليم الأوسط توزيع 45 كنتال من الذرة ومواد نظافة و53 ألف نقفة للمحتاجين في وكدبة بمديرية بريخ. وتبرع مواطن في أسمرة تحفظ عن ذكر اسمه ب20 ألف نقفة للأسر المحتاجة. كما ساهم سكان عد بديل ب16370 نقفة و7 كنتالات من الذرة، إضافة إلى عد تخلاي 194,365 نقفة و8 كنتالات من الذرة وزع بنفس الأسلوب. في الوقت الذي يلازم فيه المواطنون منازلهم طبقا لتعليمات مكافحة كورونا، تقوم مختلف الجهات بتبرع طوعي للدم من أجل تنمية المخزون الوطني من الدم، حسب ما أفاد به مركز الوطني لنقل الدم. وبموجب ذلك وخلال الأيام الثلاثة الماضية قام 99 شخصا بتبرع الطوعي بالدم من أعضاء الدفعة 22 من مدرسة العلوم الاجتماعية وفرق ساوة وقرست وأعضاء إدارة قدايف و5 أسر. وأوضح المركز الوطني لنقل الدم بأن التبرعات الطوعية للدم قد جرت في الفترة من 26 وحتى 29 من مايو، وإضافة إلى الأنشطة المماثلة التي قامت بها وحدات وتجمعات أهلية خلال الأسابيع الماضية، يسهم كثيرا في تنمية نقل الدم الوطني وإنقاذ الحياة. تستمر التبرعات وإلغاء إيجارات البيوت الجارية للتصدي لوباء كورونا. وأفاد تقرير وزارة الصحة بأن باستشيري أسمرة تبرع ب50 ألف نقفة، ومتاجر الذهب بكرن 10,000 نقفة، وورشة نبيات تسفى مريم ب10,000 نقفة، وخياطة الأكياس البلاستيكية في سوق حراج
ب5000 نقفة، ومؤسسة يوهنس والدهب للرخام والحديد ب3000 نقفة، وجمعية السلام التعاونية ب3000 نقفة، وبار رئيس ختمها ب1100 نقفة. كما تبرعت إدارة ضاحية زاول بمديرية دباروة ب12,000 نقفة، وضاحية دباروة ب18,587 نقفة، وضاحية ترى أمني 11,000 نقفة، وتنمية عد تخلاي 5,000 نقفة، والتنمية الاقتصادية لعد قبرو 5,000 نقفة، وجمعية قدوس يوهنس لأبناء عد رعدة في أسمرة 5,000 نقفة، وعدد كبير من المواطنين ب30,000 نقفة. في غضون ذلك ألغى المواطنون المقيمون في سويسرا وأمريكا وهولندا إيجارات بيوتهم للمستأجرين. بعد الفاصل سادتي نعود بالأخبار الخارجية. ذكرت مصادر طبية ومحلية في نيجيريا الخميس لوكالة الأنباء الفرنسية أن 60 شخصا قتلوا خلال هجمات منسقة على عدة قرى في ولاية سوكوتو الواقعة في شمال غربي البلاد نفذتها مجموعات مسلحة يشار إليها محليا بالعصابات. وقالت ممرضة في مستشفى سابونا بيرني العام إن 60 جثة أحضرت إلى المستشفى، وفي هذه الولاية المجاورة للنيجر والتي تشهد غالبا هجمات إجرامية تثير قلق مراقبي الوضع الأمني في المنطقة. وإلى جانب نشاط العصابات في البلد الإفريقي الغني بالنفط، تشهد نيجيريا هجمات لتنظيمات إرهابية راح ضحيتها المئات من المدنيين والعسكريين. ووفق تقديرات أدى النزاع مع بوكو حرام وتنظيم داعش في غربي إفريقيا إلى مقتل 35 ألف شخص ونزوح نحو 2,000,000 من منازلهم منذ عام 2009. قالت وزارة الصحة بالبرازيل إن البلاد سجلت رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، سجلت 26,417 حالة إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 438,238 حالة. وبهذا تكون البرازيل صاحبة ثاني أعلى عدد للإصابات المؤكدة بكورونا بعد الولايات المتحدة. وسجلت روسيا 232 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات 24 الماضية، في زيادة قياسية خلال يوم واحد، مما يرفع إجمالي الوفيات على مستوى البلاد إلى 4,374 حالة. وقال مسؤولون إنه تم تسجيل 8,572 إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 387,623، لتحتل روسيا المركز الثالث في قائمة حالات الإصابة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن تخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة، مؤكدا أن روسيا قادرة على إبطاء تفشي الوباء، وأن الأوان قد حان لإعادة فتح البلاد تدريجيا، مع العلم أن غالبية مناطق البلاد خضعت للإغلاق في 30 من مارس الماضي. نشرت السلطات الأمريكية قوات الحرس الوطني في مدينة مينيابوليس للتصدي للاحتجاجات العارمة ضد مقتل مواطن أسود البشرة على أيدي الشرطة في ولاية مينيسوتا. وقالت السلطات إنها نشرت أكثر من 500 فرد من عناصر الحرس بالمنطقة المحيطة بمقر لشرطة المدينة إثر إضرام بعض المحتجين النار فيه عقب إجلائه. وبدأت المظاهرات التي اتسمت غالبيتها بالسلمية منذ انتشار فيديو يظهر ضابط شرطة وهو يضغط بركبته على عنق جورج فلويد الذي كان ممددا على الأرض أثناء عملية إلقاء القبض عليه. وتوفي فلويد الذي كان يجاهد لالتقاط أنفاسه، كما أظهرت اللقطات المصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. كذلك خرج محتجون في مدن نيويورك ودنفر ولوس أنجلس ومنفيس. حلق سرب بلو إمبالس للعروض الجوية التابعة للقوات الجوية اليابانية فوق وسط طوكيو لتحية الأطقم الطبية العاملة على الخطوط الأمامية لمكافحة جائحة كورونا. وأثناء مرور تشكيل مؤلف من 6 طائرات من طراز T4 في السماء الزرقاء الصافية بعد منتصف النهار بقليل، لوح الأطباء وأطقم التمريض من على أسطح المستشفيات ورفعوا هواتفهم المحمولة لالتقاط صور للطائرات أثناء التحليق.
ونجحت اليابان في تجنب زيادة مفاجئة وسريعة في حالات العدوى بفيروس كورونا، حيث ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن البلد سجل 16759 حالة إصابة مؤكدة و882 وفاة بمرض كوفيد-19. وانهال التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى أن البعض يرون أن الجهد كان ينبغي أن يوجه لحماية العاملين على الخطوط الأمامية لمكافحة الفيروس بدلا من ذلك. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.